في أي بقعة يظهر المهدي؟ لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين، فمن قال لكم غير هذا فكذبوه. يا مولاي، ولا يرى وقت ولادته؟ بلى والله لا يرى من ساعة ولادته إلى ساعة شهادة أبيه 2 و9 أشهر. أول ولادته وقت الفجر من ليلة الجمعة في 15 من شعبان سنة 55 و200 إلى يوم الجمعة ل8 ليال خلون من ربيع الأول سنة 60 و200، وهو يوم شهادة أبيه بالمدينة التي بشاطئ دجلة يبنيها المتكبر الجبار المسمى باسم جعفر الضال الملقب بالمتوكل، وهو المتآكل لعنه الله تعالى. وهي مدينة تدعى بسر من رأى، وهي ساء من رأى. يرى شخصه المؤمن المحق سنة 60 و200 ولا يراه المشكك المرتاب، وينفذ فيها أمره ونهيه ويغيب عنها، فيظهر في القصر بصابر بجانب المدينة في حرم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيلقاه هناك من يسعده الله بالنظر إليه، ثم يغيب في آخر يوم من سنة 66 و200 فلا تراه عين أحد حتى يراه كل أحد وكل عين. يا مولاي، فمن يخاطبه ولمن يخاطب؟ تخاطبه الملائكة والمؤمنون من الجن، ويخرج أمره ونهيه إلى ثقاته وولاته ووكلائه، ثم يظهر بمكة. ووالله يا مفضل كأني أنظر إليه دخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسه عمامة صفراء، وفي رجليه نعلا رسول الله المخصوفة، وفي يده هراوته عليه السلام يسوق بين يديه أعنزا عجافا حتى يصل بها نحو البيت، ليس ثمة أحد يعرفه، ويظهر وهو شاب حزور. أيعود شابا أم يظهر في شيبته يا مولاي؟ سبحان الله، وهل يعرف ذلك؟ يظهر كيف شاء وبأي صورة شاء، إذا جاءه الأمر من الله تعالى مجده وجل ذكره. فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ يا مفضل، يظهر وحده، ويأتي البيت وحده، ويلج الكعبة وحده، ويجن عليه الليل وحده، فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل عليهما السلام والملائكة صفوفا، فيقول له جبرائيل عليه السلام: يا سيدي، قولك مقبول وأمرك جائز. فيمسح يده على وجهه عليه السلام ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة فيقول: يا معشر نقبائي وأهل خاصتي ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهور على وجه الأرض، ائتوني طائعين. فترد صيحته عليه السلام عليهم وهم في محاريبهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها، فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل، فيجيئون نحوها ولا يمضى لهم إلا كلمحة بصر، حتى يكون كلهم بين يديه عليه السلام بين الركن والمقام، فيأمر الله عز وجل النور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء، فيستضيء به كل مؤمن على وجه الأرض، ويدخل عليه نور من جوف بيته، فتفرح نفوس المؤمنين بذلك النور، وهم لا يعلمون بظهور قائمنا أهل البيت عليهم السلام. ثم يصبحون وقوفا بين يده عليه السلام وهم 313 رجلا بعدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. يا مفضل، كل بيعة قبل ظهور القائم عليه السلام
فبيعة كفر ونفاق وخديعة، لعن الله المبايع لها والمبايع له. بل يا مفضل، يسند القائم عليه السلام ظهره إلى الحرم ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء، ويقول: هذه يد الله وعن الله وبأمر الله، ثم يتلو هذه الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فيكون أول من يقبل يده جبرائيل عليه السلام، ثم يبايعه، وتبايعه الملائكة ونجباء الجن، ثم النقباء، ويصبح الناس بمكة فيقولون: من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة؟ وما هذا الخلق الذين معه؟ وما هذه الآية التي رأيناها الليلة ولم نرى مثلها؟ فيقول بعضهم لبعض: هذا الرجل هو صاحب العنيزات. فيقول بعضهم لبعض: انظروا هل تعرفون أحدا ممن معه؟ فيقولون: لا نعرف أحدا منهم إلا 4 من أهل مكة و4 من أهل المدينة، وهم فلان وفلان، ويعدونهم بأسمائهم. ويكون هذا أول طلوع الشمس في ذلك اليوم، فإذا طلعت الشمس وأضاءت صاح صائح بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين يسمع من في السماوات والأراضين: يا معشر الخلائق، هذا مهدي آل محمد، ويسميه باسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكنيه وينسبه إلى أبيه الحسن 11 إلى الحسين بن علي صلوات الله عليهم أجمعين: بايعوه تهتدوا ولا تخالفوا أمره فتضلوا. فأول من يقبل يده الملائكة، ثم الجن، ثم النقباء، ويقولون: سمعنا وأطعنا، ولا يبقى ذو أذن من الخلائق إلا سمع ذلك النداء. ويقبل الخلائق من البدو والحضر والبر والبحر، يحدث بعضهم بعضا، ويستفهم بعضهم بعضا ما سمعوا بآذانهم.